النادي الاهلي هياخد لاعب من لاعبي نادي الزمالك يدعم بالفريق، راس حربه للفريق، لان دلوقتي الاهلي بيدور. الاهلي قلب الدنيا، عاوز لاعب مكان وسام ابو علي. وسام من ساعه وسام ابو علي مشى ومفيش راس حربه في النادي، مفيش مهاجم صريح بحق وحقيقي في النادي. احنا عاوزين حد يعوض، عاوزين حد يعوض مكان وسام. مين بقى يا ترى اللي النادي الاهلي حاطط عينه عليه وعاوزه؟ وفي كلام كتير قوي على اللاعب ده. طبعا انت هتقول لي يعني هياخد مين؟ يعني ما حسام عبد المجيد ده، طب ده دفاع، هياخد مين؟ ناصر منسي مش هتيجي. هيعملوا بناصر منسي ده ما بيحبوهوش. طب هيجيبوا مين؟ هيجيبوا مين؟ النادي الاهلي قرر. هو الكلام ده في كلام يا جماعه، هم لسه بيتفاوضوا مع مصطفى محمد ابن الزمالك. الراجل ده عاوز يكمل يسيب فرنسا ويرجع على الزمالك، عاوز يسيب الدوري الفرنسي. هو انت الفرنسي فرنسي يعني. عاوز يسيب الدوري الفرنسي ويرجع على الزمالك، لان الراجل ده زي محمود تريزيجيه طلع احتراف بره وقعد سنين بره، وفي الاخر رجع لبيته الاساسي اللي اتولد فيه زي ما بيقولوا على النادي الاهلي. فبالتالي مصطفى محمد عاوز يرجع مباشر على الزمالك. الانباء اللي بتقول واللي قالت واللي سمعناها كلنا بلا استثناء حد، كلنا، ان الاهلي بعت لمصطفى محمد كتير ومصطفى محمد بيرفض. لا سيبك من الكلام ده بقى، انا عمري ما هرفض النعمه. طبعا نادي الزمالك النادي كبير جدا، ولكن الاهلي هيعرض قد اللي هيعرضه نادي الزمالك 3 4 5 مرات. فبالتالي حتى كابتن عماد النحاس طلع في تصريح رسمي وقال لك مصطفى محمد هينفع مكان وسام ابو علي. مصطفى محمد بالنسبه لنا هو ده البوب بتاعنا، هو ده اللي هينفع يعوض مكان وسام ابو علي. فبالتالي الانباء اللي بتقول ان الاهلي دلوقتي عمال يبحث، عمال يدور في اوروبا، يدور في افريقيا، نجيب مين راس حربه، طب ده لا مش حلو ده، طب ده. في النهايه خالص شايفين ان مصطفى محمد مهاجم محترم ومهاجم صريح ولاعب تقيل ولاعب كبير، هو ده اللي هينفع معاه. هتقول لي يا عم ما اصل الزمالك عاوزه. بص يا غالي، كرة القدم بالذات ما فيهاش مشاعر للاسف الشديد، وبالفعل الانباء دي مؤكده وانا متاكد منها. ادخل ابحث وشوف، هتلاقي تفاوضات بالجمله على مصطفى محمد، لان الاهلي بالنسبه له مصطفى محمد مهاجم 10 على 10 وهيعوض، لان وسام ابو علي مكانه حاليا ما حدش عارف يعوض مكانه. جراديشار حلو وكل حاجه بس مش عارف يعوض مكانه، حتى لو عوض مكانه مش هيلعب اساس طول الوقت يعني. فبالتالي عاوزين واحد مع جراديشار، واحد يكون راس حربه صريح نحطه قدام الجون يجيب لنا اهداف. فالفترة الجاية احتمال كبير كبير جدا كمان نلاقي مصطفى محمد مضى مع الاهلي. بس مش معنى كده ان هو بقى هيكره الزمالك وجمهور الزمالك، بالعكس ده لاعب محترم جدا. لو مضى مع النادي الاهلي كلنا هنفرح له. ليه هنفرح له؟ لانه لاعب محترم، لا هيسيء للنادي ولا هيزعل النادي ولا هيعمل ده ولا هيعمل ده. اللاعب زي بن شرقي، بن شرقي من ساعة ما راح الاهلي لا عمل احتفالات ضايقت جمهور الزمالك ولا عمل حاجه ضايقت جمهور. الراجل بيلعب المباراه جاب هدف بيطلع يعمل كده في الزمالك، يعني ما بيحتفلش. حتى لو جاب الهدف في فريق تاني برضه تحس ان هو ما بيحتفلش. اللعيبه التانيه اللي بتحتفل. لاعب هادي ولاعب جميل. مصطفى محمد نفس الوضع. فبالتالي انا من وجهه نظري ان الاهلي هياخد مصطفى محمد قريبا جدا. صلى على النبي وادعي لابواب الرحمه، وما تنساش تعمل لايك.